أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن كان والدي هو الذي رباني ولم تقم والدتي بتربيتي فأيهما أقدم في البر، علما أن والدتي تأمرني بالخروج من حلقات تحفيظ القرآن الكريم، فماذا أفعل أثابكم الله؟ هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول أنك تقول أن أمك لم تربيك. نعم، لما شب طوقك ومشيت على الأرض ودببت عليها قلت لم تربيني، وأن أباي رباني. الأب ما يربي، الأب يربي بعد أن يشب الإنسان، أما الأم هي المربية الحقيقية، وهذا أمر معروف بالجبلة والطبيعة. فنفيك للتربية عن أمك غير مسلم، لأن البعض، وهذا أمر مهم جدا في الفتوى، جاءني رجل أكثر من مرات يأتيني البعض يقول لي أمي ما قدمت لي شيئا، فأسأل وأقول له لماذا؟ يقول لأني لما صرت في 5 أخذني أبي، ولما صرت في 7 أخذني أبي. طيب 5 سنوات وال7 سنوات هذه فين كنت؟ قال كنت عند أمي. فالسائل لما ينفي لا يجاريه المفتي في نفيه. هذا أمر مهم جدا، لأن البعض يظن أن التربية حينما يفيق ويرى ويسمع، أما حين كان في ظلمات 3 يغتذي بدمها ومن عرقها فهذا نسي منسي، هذا غير مقبول. أمك حملتك ووضعتك ورأت الموت في حملك ووضعك، لا يساوي طلقة من طلقاتها في الوضع ما يقدمه الناس لك، ولا يمكن أبدا أن يأتي الأب في مقام الأم، أبدا لا يمكن هذا. والدليل على هذا أن السنة فضلت الأم ب3 أرباع وجعلت للأب الربع، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حق الأم لا يمكن أبدا أن يساوي حق الأب، فضلا عن أن يكون أفضل منه. الأم لا يمكن أن ينظر أحد في نصوص الكتاب والسنة ويجحد أنها الأحق وأنها الأولى، وأنه مهما قدم الأب فإنه مشكور على ما قدمه، ولكن لكل ذي حق حقه. فاتق الله في أمك واتق الله في أبيك، واحفظ لأمك حقها، وكونها تقول لك لا تذهب للتحفيظ ليست بضاعة تسوقها علينا أن ندعوك لعقوقها، والله حتى ولو منعتك من مجالسنا لأمرناك ببرها، فقد منعت أم من حق الله فدعت إلى الشرك فأمر الله ببرها، وليس هناك أعظم من حق الله عز وجل. وإن جاهداك، انظر إلى تعبير القرآن، المجاهدة يقولون بذل غاية الطاقة والوسع، ما قال إن تخاصما، إن تشاجرا معك، إن طلبا منك الشرك، قال وإن جاهداك، بمعنى أنهما بذلا غاية الجهد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، تشرك بي بالله جل جلاله، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر، ما أرحمك رباه وما أحلمك وما أوفاك وأبرك. وصدق الله أنه الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره في وده لعباده. تأمل رحمك الله، هل بعد هذا من شيء؟ يأمر الله ببر الوالدين المجاهدين والمجتهدين في إضلال الولد، ومع هذا لا يتأمل أحد هذا النص إلا هانت عليه نفسه في جنب الوالدين، لأن الله لا يأمر إلا بحكمة وبعلم وببصيرة، ولا ينبئك مثل خبير، وهو العدل الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. اتق الله في أمك واحفظ حقها وحقوقها، ومهما آذتك فإنها تحبك، فأنت فلذة كبدها وأنت ابنها ولست ابن لغيرها، أنت ابن هذه الأم التي حملتك ووضعتك. فإذا اختلفت معها في شيء من الأمور فذل لها، لأنها ذلة في مقام عزة، وقد أمرك الله بذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك ربك
أن تنظر إلى هذا القلب الرفيق الذي يصرخ في وجهك ولربما يسبك وهو يتقطع في داخله ألما. ولن تجد أعجب من الأم، فإنها تحن على أولادها حتى تفقد عقلها في تصرفاتها، فتأتي للولد فتمنعه من الخروج وتمنعه من الذهاب وتمنعه من المجيء، وهي تحبه حبا جما وهو يبغضها بغضا جما. فلا يملك بعد كبره وقوته واشتداده إلا أن يرد لها الصاع بالصاعين، والأذية بأذيات، والبلية بالبليات، ومع ذلك تحبه. ومع ذلك لو رأته مقبلا على الموت لهرولت إليه تفتيه بنفسها. لن يستطيع أحد أن يجزي ذلك القلب الحنون، ولن يستطيع أحد أن يقوم مقام تلك الأم الكريمة. فاتق الله في برها، واحفظ وصية الله في حقها. الله الله أن تخرج أمك من الدنيا ولم ترضى عنك. الله الله أن يسمع الله منك يوما من الأيام كلمة تجرح ذلك القلب الذي يحبك، وليس في الناس أحد يحبك كحبه. الله الله أن تجرح مشاعرها أو تكسر قلبها وخاطرها. الله الله أن تقابل الرحمة بالإساءة فتعذبها. فاتق الله في أمك، خاصة عند المشيب والكبر، حينما خارت قواها وضعفت وشاب رأسها ووهن عظمها، فحقها آكد. فاتق الله عز وجل في أمك، واتق الله في برها والإحسان إليها، وأطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى بإدخال السرور عليها. الوالدان ينتظران منك البر ولا ينتظران منك العقوق، وينتظران منك الإحسان ولا ينتظران منك الإساءة. فلا يراك الله يوما من الأيام وقد جرحت أمك، ولا يسمع الله منك يوما من الأيام كلمة تجرح ذلك القلب المعذب بحبك. إنك لا تعرف معنى كلمة ولدي إذا قالتها الأم، ولن تعرف ما الذي غيبه قلب الأم. والله لو أن الناس يعلمون، الأمهات حين يمسين ويصبحن، أول ما تصبح الأم تجدها تحمل هم أولادها فيما يأتيهم في ذلك اليوم، ويبلغ بها من الحنان والرحمة أنها تذهل عن أشياء في نفسها وتتعلق بأولادها أكثر من نفسها. رحمة أودعها الله وأسكنها الله في قلوب عباده. جاء بابن النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تلفظ في آخر رمقه، فلما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فاضت عيناه بأبي وأمي من الدمع، فقيل ما هذا يا رسول الله؟ كانت عند العرب وطبع في العرب أنهم يستعيبون على الرجل أن يبكي أو تذرف له عين إلا في مواطن مخصوصة. فقال ما هذا يا رسول الله؟ ويرون أنه إذا كان قائدا أو عظيما أن الأمر في حقه أشد. فقالوا عتبوا عليه، قالوا ما هذا يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فإذا كان هذا في الأب فكيف بالأم؟ ولذلك اتق الله في أمك وأحسن إليها، واسأل الله المعونة، اسأل الله المعونة أن يعينك على بر الأم وعلى الإحسان إليها. وأما مسألة أن أباك رباك فجزاه الله خيرا. وقد تطلق المرأة فتذهب مع زوجها وتترك أولادها، وقد تترك أولادها لأنها ضاق عليها العيش، ليس عندها مال، وتعلم أنهم إذا ذهبوا عند أبيهم أنهم يعيشون بحال أفضل من حالها، فيبتعد عنها أولادها وهم قريبون، ويغيبون عنها وهم شاهدون. لا تحسب أن هذه التصرفات على ظاهرها. بعض البنات حينما يشتكين من الأمهات أن أمي تقسو علي، أن أمي تخاصمني، أن أمي تكثر علي، لا تفعلي لا تفعلي، من الذي يهتم؟ من الذي يغتم غير المحب؟ لولا أن هذه البنت تسوي شيئا عند أمها لما أصبحت الأم كالمجنونة، تأمر بالأشياء وربما في بعض الأحيان تضيق على ابنتها وهي لا تدري.
وقد تتسبب بعض الأحيان في حنانها وشفقتها في الضرر على أولادها وهي لا تدري، لأنها يذهب عنها لبها ويعزب عنها رشدها من شدة الحنان والشفقة. وصدق القائل في المثل: من الحب ما قتل، من الحب ما قتل. فإذا كان حب العشاق يقتل، فما بالك بحب الأم الذي هو أطهر وأسمى وأقدس، وجميع أسباب الحب متهيئة فيه. فالله الله في هذه التي ربتك حملتك ووضعتك. وانظر كيف الله سبحانه وتعالى يذكر حمل الأم وفصالها ورضاعها، لكي يعلم الجميع أن الأمر ببر الوالدين ليس عبثا، وإنما هو إحقاق للحق وإبطال للباطل، لأن الشيطان حريص على أن يحرمك هذه النعمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت مجيب الدعاء كاشف الضر والبلاء إله الأولين والآخرين، نسألك بأعظم المسائل وأعظم ما يتوسل به إليك أن ترحم والدينا رحمة الأبرار. اللهم ارحمهم رحمة تامة كاملة في قبورهم. اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها. اللهم انزلهم منازل السعداء، اللهم انزلهم منازل السعداء ونعيمهم نعيم الشهداء، واجعلهم عندك يا رب من الأصفياء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدينا عن ولد. اللهم ثقل موازينهم وضاعف أجورهم واغفر ذنوبهم وآمنهم من كل خوف. اللهم آمنهم من القبور وعذابها، اللهم آمنهم من القبور ووحشتها وظلمتها إله الأولين والآخرين. اللهم نضرع إليك لا إله إلا أنت بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تستجيب جميع ما ندعو لوالدينا أحياء وأمواتا. اللهم أحسن الخاتمة للأحياء ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشف مرضاهم. اللهم اشف المرضى منهم والطف بهم يا رب العالمين، وأحسن الخاتمة لهم وبارك لهم في أعمارهم وأقوالهم يا رب العالمين. اللهم أعطنا في الوالدين أفضل ما أعطيت والدين من ولد. اللهم أعطنا في بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين ما يرضيك عنا أتم الرضا يا من جل وعلا. اللهم وأعط والدينا منا أفضل ما أعطيت والدين من ولد. اللهم اجمعنا بهم في مستقر في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر بها عيوننا. اللهم إنك أحق بالوصل من الواصلين وأحق بالبر من البارين. أعنا على بر الوالدين ويسره لنا وتقبله منا. اللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم اكتبنا من الأبرار، اللهم اكتبنا في الأبرار واجعلنا مع الأبرار واحشرنا في زمرة الأخيار. لا إله إلا أنت الواحد القهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.